انتوا عارفين انا كل صحابي ولاد مش بنات، لان كل البنات بتوع دراما ونكد. مش روبك وتعالي اسمعي، في نوع كده من البنات اول ما بشوفه بحس انهم مش من جنسنا مثلا، من كتر الاضطهاد والكراهية اللي بيوجهوه لينا كبنات. مش عارفة، بحس ان هم ضد جنس البنات مع انهم زينا ومننا. تحس كل حاجة فيها بتقولك انا مش زيكم، انا مميزة ومختلفة، وهي اصلا ولا حاجة، هي مجرد بيك مي. خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة. يعني ايه بيك مي اصلا؟ هي البنت اللي طول الوقت عاوزة الولاد يشوفوها، فبتبدأ تتصرف تصرفات غريبة وعجيبة، وتبقى فاكرة انها كده جامدة ومفيش منها اتنين، ولكن هي في الحقيقة بتبقى بتهين من نفسها تصرفاتها الرخيصة دي. وهي البنت برضو اللي بيكون معظم كلامها تقليل من البنات اللي زيها. يعني في كل جملة كده تلاقيها لازم ترزعك واحدة: لا أنا مش زي البنات. في شوية جمل مشهورين كده وسط الفئة دي وبصراحة بيضحكوني جدا. يعني هتلاقوها مثلا دايما بتقول: البنات دول كائنات مزعجة جدا. ايه ده ميك اب؟ يعني ايه ميك اب اصلا؟ على فكرة انا واحدة ما بحطش ميك اب عادي، بس مش معنى كده ان انا امشي زي المجنونة اقول للناس واقول لاي حد رايح وجاي انا ما بحطش ميك اب. والبنات اللي بيحطوا ميك اب دول مش عارف ايه وكل الكلام ده. ليه يا ماما؟ ليه؟ وليه ما تعرفيش يعني ايه كونسيلر ويعني ايه فاونديشن؟ ليه ما تعرفيش ليه؟ ده دلوقتي الولاد نفسهم بقوا عارفين يعني ايه كونسيلر ويعني ايه فاونديشن. انتي لا ليه بقى؟ ويا سلام بقى لو قاعدة في وسط شلة ولاد وعينيها على واحد فيهم أو عليهم كلهم يعني، وعاوزة حد فيهم يبص لها ويهتم بيها، هتلاقيها بقى كل شوية ترزعهم واحدة: انتوا عارفين أنا كل اهتماماتي العربيات والموتوسيكلات والكورة والبلاي ستيشن، أنا ماليش خالص في جو البنات بتاع الميك اب والسكين كير والكلام ده. على فكرة محدش فيهم مهتم. هقولك على المفاجأة بقى: الولاد أصلا بتحب البنات اللي بتهتم بنفسها ومهتمة بتفاصيل وحوارات البنات اللي مش عاجباكي دي. أصل هيبص الواحدة معفنة بتستحمى بالعافية ليه؟ مش فاهمة. وأكتر حاجة بتضحكني بقى هي اللي تقول: انتوا عارفين أنا بحب هزار الولاد الغشيم التقيل السن ده، وبكره قعدات البنات والرغي والدلع بتاعهم. ما طبيعي يا بابي، بهيمة زيك تحب الغشومية بتاعتهم. وبعدين ده بركة، ده بركة انك بتكرهيها. خليكي انت قاعدة في القعدة الناشفة وسيبي لنا احنا القعدات الناعمة بتاعتنا اللي كلها دلع ورغي وميك اب. بصراحة لما بقابل شخصية زي دي وتصادف انها تقعد معانا مثلا بيبقى هاين عليا اقوم اجيبها من شعرها، بس في نفس الوقت بتكون صعبانة عليا بجد. قد ايه دماغها تعبانة ومحدش مهتم اصلا للي هي بتقوله، لا احنا ولا الولاد ولا اي حاجة في الكوكب عموما. والله بمجرد ما بتقومي من القعده بيضحكوا وبيتريقوا عليكي لانك مش طبيعيه والله ومحتاجه تتعالجي. الشخصيه البيك مي دي بقى بتتعامل كده في الاغلب بيكون بسبب اعتقادها وفكرها عن الراجل انه حاجه واو، لازم اسعى عشان اوصل له، ولازم اغير من نفسي عشان يبصلي، ولازم ومش قادره تفهم ان المفروض العكس اللي يحصل اصلا. او بيكون مثلا بسبب التربية، انها اتربت على ان اي تصرف بتتصرفه لازم يتقاس صحته او غلطه بناء على رضا الراجل عنه عن التصرف ده. يعني مثلا ممكن كان بيتقال لها ما ينفعش نعلي صوتنا ونضحك ونهزر عشان الرجالة ما بتحبش البنات اللي بتعمل كده، او الرجالة ما بتحبش البنات اللي ليها صحاب بنات كتير حواليها عشان المشاكل والحوارات، او الرجاله ما بتحبش البنات اللي بتمشي حاطه ميك اب في الشارع، او كانوا بيفهموها ان الراجل عقله اكبر من البنت وان البنت ما بتعرفش تفكر ولازم نسمع كلام الرجاله عشان هم اعقل مننا. انا مش فاهمه، هم عندهم عقل واحنا عندنا رز بلبن ولا ايه؟ مش فاهمه. مع ان كان عادي جدا انها تتربى ان كل دي تصرفات منها العيب ومنها الحرام، بدل ما نربطها بالرجاله ونطلع شخصيه تفقع مرارتنا زي دي. فانا بالنسبه لي انها طبيعي واحده اتربت على الحاجات دي انها تكبر وصوره الراجل في ذهنها ان هو الحكم اللي يحكم عليها او على شخصيتها، وهو اللي يختار بقى. فطول الوقت بتحاول انها تبين مميزه ومختلفه ومفيش زيها وتمشي دايما عكس التيار. على فكره انا ما عنديش مشكله انك تبقي مميزه ومختلفه وتمشي عكس التيار، بس مش بالتمثيل ومش على حساب البنات اللي زيهم زي بقى. الشخصيه اللي زي دي بيكون عندها مشاكل كبيره جدا، بتكون عامل برضو لتصرفاتها دي زي انعدام ثقتها بنفسها.
شايفه انها قليله، فبتحاول تتصرف بالشكل ده علشان الناس تشوفها، الرجاله خصوصا يعني. تاني حاجة بسبب إنها معتمدة اعتماد كلي على الراجل، خصوصا الاعتماد العاطفي، مهملة في نفسها جدا من كل النواحي، ولا بتعرف تهتم بنظافتها الشخصية، ولا بتعرف تهتم بصحتها ولا نفسيتها، ولا إنها تدلع نفسها وتغير من نفسيتها. لا، هي مستنية راجل هو اللي يعمل لها كل ده، وحياتها كلها قايمة على آراء الولاد والرجالة فيها. تالت حاجة بتدمر علاقاتها بالبنات عشان ترضي طرف هو أصلا مش مهتم تصاحبي ولا تبقي وحيدة، ملوش دعوة. ده لو راجل عاقل وسوي نفسيا يعني. انما المريض النفسي ما تقلقيش، هو هيساعدك ان انت تخربي كل علاقاتك باللي حواليكي من غير ما تطلبي. طيب هل المصطلح البيك مقتصر بس على النوعيه دي؟ لا، في بنات ما بتعملش اي حاجه من اللي انا قلتها دي ولكن برضو بيتقال عنها بيك. طب ليه؟ لانها بتكون دايما حاسه بالذنب، حاسه بالذنب انها قويه ومستقله وناجحه. هو في كده؟ في بنات كده، لمجرد بس انها شايفه انها تترفض ومش هتدخل في علاقه طول ما هي ماشيه في الطريق ده. لان طبعا اي راجل ما بيحبش البنت القويه. بس ما تقوليش راجل، انا قلتها قبل كده وهقولها تاني، مفيش راجل، وراجل بجد يعني من اللي هو سوي نفسيا ده، هيحب يرتبط بالبهيمه ويكمل معاها حياته، الا لو هو عاوز واحده يعرف يهينها وما تفتحش بقها معاه. بجد يعني بتعمل صعبانيات. أنا مش عارفه بتتصرفوا كده، انتوا اصلا بتستحملوا نفسكم ازاي؟ والله بجد. يعني تلاقي البنت من دول دايما قاعده كده كئيبه وزعلانه و... ومودها على طول وحش، مع ان يعني ما فيش حاجه، عادي يعني، بتاكلي وبتشربي وبتنامي وعندك وصحتك كويسه ايه اللي يخليكي عايشه حياتك مبوزه كده؟ ايه يا ماما، في ايه؟ ما تحمدي ربنا، تحمدي ربنا وعيشي زي البني ادمين الطبيعيين وافردي وشك ده. لكن هي عامله كده عشان الناس تهتم بيها. والله العظيم الفئه دي كمان يعني ما بيكونش يعني يا ريتها قصده الولاد، يعني يا ريتها الفئه دي بقى بتبقى قصده الاهتمام من الولاد، لا، دي بتبقى عايزه الاهتمام من كل اللي حواليها. فدايما قاعده كده عشان الناس تهتم بيها ويقولوا يسالوها مالك، فيكي ايه اللي مزعلك، اللي تعبك كده. هما والله العظيم فعلا في شخصيات كده. انا مش عارفه انتوا قابلتوا اللي زيهم ولا لا، بس انا قابلت، فانا عارفه انا بقول لكم ايه. فزي ما قلت لكم، تصرفات الشخصيه البيك مي مش بس لازم تكون انها عشان تحاول ترضي رضا الراجل او تكسب اهتمامه وتعاطفه. لا، في بنات كمان بتبقى عايزه تكسب اهتمام اي حد، ان شاء الله كلبه معديه في الشارع فهي عايزاها تهتم بيها، بس مش اكتر. كل التصرفات دي بترجع لمشكله واحده، انهم بيك مي. منهم زي ما قلت اللي بيحاول يتصعبط عشان يكسب الاهتمام، ومنهم اللي بيحاولوا انهم يتشكلوا على حسب الشكل والاسلوب اللي الراجل عاوزه، بس عشان بس خوفهم من الرفض وعدم قبول الراجل ليهم. مش عارفه الراجل ده يعني انتوا شايفينه ايه يا جماعه؟ هو الراجل ده ايه؟ معلش، مش بني ادم؟ مش بني ادم زيه زينا؟ هو احنا ليه ما بنشوفش رجاله يعني بتعمل اللي انتوا بتعملوه ده عشان واحده فيكم تبص؟ لا، في رجاله اكيد بتعمل كده، بس انا بصراحه ما شفتش يعني. بس بجد اللي منتشر اكتر هي تصرفاتنا احنا كبنات. يعني مصطلح بيك مي ده اصلا ما طلعش غير عشان البنات بس. في رجاله اكيد بتتصرف تصرفات غريبه زي دي علشان تحس بانها يعني متشافه وان برضو يهتموا بيها. ولكن المنتشر اكتر بيبقى في البنات بصراحه يعني، مش هكدب. اخر حاجه بقى، والحل لكل اللي احنا بنقوله ده، مش انك تبقي كارهه الرجاله، انا مش بشجعكم على كده، ولا بشجعكم على العنف ضدهم وانكم تمشوا عكسهم في اي حاجه. ده لا، لان دي مش فطرتنا اصلا، ولا ده اللي ربنا خلقنا عليه، ولا ده الطبيعي. لكن الحل انكم تتقبلوا نفسكم زي ما انتوا كده، تطوري من نفسك، تغيري من نسختك للاحسن علشان نفسك وعلشان تكوني النسخه الافضل منك انت، بس مش عشان تكسبي اعجاب الولاد ويحبوكي. اللي هيختارك وهيحبك بجد هيكون علشانك انت وعلشان طبيعتك وشخصيتك الحقيقيه، مش علشان بتعملي وتقولي اللي بيرضيه هو. ويا ريت بقى نرجع مفهوم ان البنات للبنات ونحب ونساعد بعض، مش نبقى منافسين لبعض. بطلي تبقي بكني، لانك مش محتاجه تقولي للناس شوفوني او اختاروني او حبوني. انت تستحقي انك تتحبي من غير ما تفكري او تطلبي ده. كده وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. ومتنسوش تكتبوا لي في الكومنت عن الشخصيات البيك مي اللي في حياتكم. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.